كثير من الناس الآن على أصل من أصول الخوارج هم ما يدرون دائما يجيدون الانتقاد فقط. الدولة فيها كذا، ولي الأمر فيه كذا، المسؤول فيه كذا، العالم فيه كذا، المجتمع كذا، فيبدون يطلعون الأخطاء فينسى الناس الحسنات والخير. وهذا يا إخواني والله منهج خطير. الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ما قال حدثوا بالسلبيات ولا بالسيئات ولا بكذا، وأما بنعمة ربك فحدث. وما بكم من نعمة فمن الله. لما تتحدث بنعم الله تتقزم هذه الأخطاء وتنظر إليها من علو، لكن لما تتحدث بالسلبيات والأخطاء تذهب الحسنات، تذهب النعم. ولذلك يقول بكر بن عبد الله المزني: عددوا نعم الله، إذا عددتم نعم الله اجتمعتم، وإذا عددتم السيئات تفرقتم، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه لما جاءه رجل يريد الخروج، يريد أن يخرج على ولي الأمر، قال: هل منعك الصلاة؟ قال: لا. قال: هل منعك الصيام؟ قال: لا. قال: منعك الزكاة؟ قال: لا. منعك الحج؟ قال: لا. قال: منعك الدنيا فأردت أن تخرج إليه. هذا الواقع. لما منعك الدنيا صارت فيه أثرة، رحت تخرج إليه. الناس الآن ولله الحمد والله لو أتوا بورقة وقلم وعددوا النعم والله لا يحصوها، لكن تجد اللي عند الناس وفي مجالس الناس السلبيات والأخطاء وكذا وكذا. حتى بعض الناس وللأسف مع أولاده يتحدث بهذا، والولد الصغير غير طري، يتعبأ الولد بمثل هذا الكلام من دون انتباه من والديه، ثم يخرج بعد فترة متلبس بالشر والعياذ بالله، منتقم على المجتمع، ناقم على المجتمع، ناقم على